أهلا بكم في قناة أنس أوفيس الإخبارية. كشفت وسائل إعلام فرنسية رفض قاضي قصر العدالة بباريس اليوم منح السراح المؤقت للفنان المغربي سعد لمجرد المتهم باغتصاب فتاة فرنسية. وأورد موقع أطلس إنفو الفرنسي هذه المعلومة مرفقة بصور من داخل الجلسة التي لم يحضر فيها سعد لمجرد. وقال ذات المصدر أن قاضي المحكمة الفرنسية لم يحدد موعدا جديدا لجلسة المواجهة التي ستجمع لمجرد بالفرنسية لورا دريول. وقال محامي سعد لمجرد إبراهيم الرشدي في مقطع فيديو أنهم قدموا كل الضمانات لكي يتم منح الفنان المغربي السراح المؤقت، وقد تم قبولها من طرف قاضي الحريات، لكن المشكلة التي تواجههم هي المواجهة مع الفتاة الفرنسية التي ترفض الحضور. Toutes les garanties nécessaires pour que M. Saad Lmejrad soit poursuivi en liberté. Le président a compris tous nos arguments. Il reste cependant un problème, c'est la confrontation avec la victime. Et cette confrontation, d'après le président, va se faire dans les meilleurs délais le plus rapidement possible. En ce qui concerne le dossier américain, je pense que nous avons donné un jugement qui classe définitivement l'affaire américaine et qui rétablit M. Saad Lmejrad dans son statut d'avant. السؤال الذي يطرح نفسه دائما: هل فرنسا هي دولة حق وقانون فعلا؟ للمزيد من الأخبار تابعونا على قناة أنس أوفيس يوتيوب، فيسبوك وتويتر.